ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مخلل الليموني الجميل ده. انا عملت لكم قبل كده وصفه وكانت سريعه برضو، بتتاكل بعد اسبوع. ده جميل جدا ويعتبر زي المعصفر، بس بيتاكل بعد 3 اسابيع. بس هتاكلي في النهايه احلى مخلل. جبت كيلو ليمون، طبعا زي ما انت شايفاه، اخضر اصفر زي ما انت حابه خالص، الموجود في السوق هاتيه. ابتديت ان انا اغسله، وطبعا حطيت عليه ميه في الحله وابتدي اسلقه، بس يكون نص سلقه، يعني ما تسويهوش قوي. يبقى قلنا نص سلقه. ده كيلو، عايزه تكتري كتري، عايزه تقللي قللي زي ما انت حابه. على بال بقى ما يتسلق، نبتدي بقى نحط الخلطه بتاعتنا الجباره الجميله دي. حطيت حوالي كده 3 جزرات مبشورين، حوالي 5 معالق شطه من اللي احنا بنخزنها، مش اللي عليها توم ولا توابل. ومعلقه كبيره حبه البركه، وحوالي كوبايه صغيره عصير ليمون، وحوالي ربع كوبايه خل. وابتدي هقلب المكونات دي كلها مع بعضها، وكمان هحط حوالي 3 معالق ملح كبار. طبعا لو انت حاطه في الشطه بتاعتك ملح كتير اثناء التخزين، بلاش تضيفي معلقه بس واحده كفايه. هقلب كل الخلطه بتاعتنا دي، هي اصلا ريحتها حلوه قوي. زي ما قلت لك 3 جزرات مبشورين، حوالي 5 معالق كبار شطه مفرومه، اللي هي بتتخزن علشان المخللات، مش اللي بنضيف عليها بقى كمون والتوابل بتاعتنا ديت، لا. وبعدين حطيت معلقه كبيره حبه البركه، وحطيت حوالي 3 معالق ملح، وحوالي كوبايه صغيره مليانه عصير ليمون، وربع كوبايه خل. ابتديت بقى وهو سخن، بعد ما استوى بقى نص سوا وهو سخن، ما تسيبوش يبرد ولا تشطفيه كمان. بنحطه في التتبيله بتاعتنا دي، وبتقلبيه على طول وهو سخن. هو ده سر نجاح المخلل بتاعنا. انا عملته لك قبل كده بوصفه كانت جميله قوي. طبعا المخلل الليمون ليه كذا طريقه وليه كذا وصفه. دي كمان وصفات، واللي حابه تعمليه بها اعمليه. دي شطه سوداني الحراقه ديت، انا جبت حوالي ربع كيلو. طبعا برضو مش هستعملها كلها. لو مش بتحب الحراق، مفيش مشكله خالص، ما تحطيش خالص. ابتديت ان انا احط شويه شطه في البرطمان من تحت، وابتديت ان انا احط الليمون بتاعنا وهو سخن. كل ده والحاجه بتاعتنا سخنه، مش حتى دافيه. ابتديت ان انا ارص الليمون بتاعنا، وابتديت ان انا كمان احط رق شطه. زي ما قلت لك، مش عايزه شطه بلاش شطه، بس طبعا هي بتحرقه وتديله طعم جميل. والمخلل الشطه ده بيبقى تحفه قوي، احنا بالنسبه لنا بنموت فيه جدا. ابتديت ان انا احط طبعا الليمون بتاعنا، ودلوقتي ان انا هضغط عليه. هضغطه علشان العصاره بتاعته كلها تطلع معايا، لان انا هخلله في العصاره بتاعته دي، مش هضيف له اي ميه خالص. بصي، ابتديت ان انا اضغط عليه اضغط عليه. طبعا لازم تلبسي معلش جلافز. انا بحب استعمل ايدي عشان بحس بالحاجه، بس في حاجات كده لازم. انا عشان الشطه طبعا حراقه جدا، الشطه الحمراء حراقه والشطه الخضراء حراقه. فطبعا غصب عننا بتيجي جنب عينينا، جنب بقنا، في وشك عادة، بتعمل نار بجد. ابتديت ان انا اضغط. كل لما تضغطي، كل لما الليمون بيرقد تحت والعصارة بتاعته بتطلع. زي ما انت شايفة، اضغطي جامد جامد لحد ما تخلصي كل الكمية بتاعتك. زي ما قلت لك، عايزة تزودي زودي، عايزة تقللي قللي، حسب راحتك انت. بس في النهاية هتاكلي ليمون بجد تحفة تحفة تحفة. في الوقت ده لما بنخلصه، بتشيليه في تقفيلة المطبخ حوالي 3 ايام او 4، او بالكتير اسبوع. بعد كده بتنقليه التلاجة عشان يفضل معاكي وما يعملش عفونة برضو معاكي من فوق. احتياطي، الجو عندنا حر جدا، فطبعا احتياطي برضو نشيله في التلاجة امن واضمن. ابتديت ان انا اخلص كل الكمية بتاعتنا، بس مع الضغط. كل لما بتضغطي، كل ما العصارة بتاعته بتطلع، علشان هو ده اللي هيتخلل فيها. زي ما انت شايفة كده. ابتديت اخر حبة في الشطة بحطها، وبشيل حبة شوية كمان عشان احط شطة من الخضرة، وابتدي احط بقية التتبيلة بتاعتنا اللي فاضلة معانا. اضغطي، كل لما تضغطي كل لما تطلع العصارة بتاعته لفوق. وهو ده بقولك، هو ده اللي هيتخلل فيه الليمون، مش هنضيف له اي سوائل خالص. انت جربي بس وشوفوا، هتاكلي احلى مخلل شبه معصفر. طبعا لو عايزة تعملي المعصفر، الخلطة دي كلها هي بس ما تضيفيش الملح، زي ما هي كده. حتى ضيفي برضو حبة الخل بتاعك والعصير الليمون، هيديله جمال وطراوة جميلة جدا وطعم حلو قوي. اضغطي، كل لما تضغطي كل ما العصارة بتطلع. زي ما انت شايفة، هي زي ما انت شايفة كده قدامك بتطلع لفوق. كل لما بتضغطي بتطلع لفوق. ببتدي بقى ان انا خلاص انضف البرطمان بتاعنا، عشان طبعا يبقى شكله برضو جميل وظريف معانا. الاول هحط حبة زيت، حوالي معلقتين كده من فوق، عشان بس الهواء ما يتسربش للمخلل بتاعنا ويبوظ. هبتدي انضف البرطمان بتاعنا من فوق.
وببتدي برضو بنضف الرخامة على طول، ديت عادة عندنا على طول الواحد بينضف الرخامة مطرحنا زي ما انت شايفة كده. ببتدي ان انا انضف اي حاجة واقعة، وانا هبتدي اشيله في تقفيلة المطبخ حوالي اسبوع. بعد كده هنقوله على التلاجة، وان شاء الله تاكلي احلى مخلل ليمون زي ما قلتلك، شبه معصفر سريع وجميل. بس هو بيغيب شوية بس على شايفة العصارة بتاعته هي ابتدت كمان تطلع اهي، زي ما قلتلك هي دي اللي بيتخلل فيها المخلل بتاعنا. وزي ما انت شايفة بقى بالشكل الجميل ده. ويا رب يعجبكم وصفتي النهاردة، وبألف هان عليكم يا رب، وباي باي.